هل تمنيت يوما أن تدخل إلى كتاب قصص؟ حسنا، دعني آخذك إلى المغرب، أحد أروع الأماكن على وجه الأرض. تخيل أنك تتجول في مدن قديمة، حيث تفوح رائحة التوابل في الهواء، وكل زقاق يقودك إلى مغامرة جديدة. هذا هو المغرب بالنسبة لك. ابدأ رحلتك في مراكش، المدينة التي تضج بالحياة. المدينة القديمة هي متاهة من الألوان والأصوات والنكهات. ستجد فنانين في الشوارع، أسواقا صاخبة، وساحة جامع الفن الشهيرة، حيث يلتقي التقليد والإثارة كل ليلة. لا تغادر دون تذوق كوب ساخن من الشاي بالنعناع. بعد ذلك تخيل نفسك في شفشاون، الجوهرة الزرقاء للمغرب. المدينة بأكملها مطلية باللون الأزرق. التجول في شوارعها الهادئة والمتعرجة يشبه المشي داخل حلم. إنها مثالية لصور الإنستغرام واللحظات الهادئة. الآن، إذا كنت تبحث عن القليل من المغامرة، توجه إلى صحراء سيدي. أركب جملا فوق الكثبان الرملية الذهبية، شاهد غروب الشمس يرسم السماء، ثم خيما تحت ملايين النجوم. صدقني، إنه سحر خالص ولن تنساه أبدا. لكن المغرب ليس فقط مدنا وصحاري. قم برحلة في جبال الأطلس للاستمتاع بمناظر خلابة، واكتشف قرى أمازيغية يرحب بك أهلها بأذرع مفتوحة، أو استرخ على ساحل المحيط الأطلسي في الصويرة، مستمتعا بالنسيم وتذوق أشهى المأكولات البحرية الطازجة. المغرب بلد يمزج التقاليد القديمة بالحياة العصرية النابضة بالحياة. كل يوم يبدو وكأنه احتفال بالثقافة واللون والطيبة. لذا إذا كنت مستعدا لمغامرة ستفاجئك وتلهمك، فالمغرب يناديك. هل أنت مستعد للإجابة؟ إذا استمتعت بهذه الرحلة، اضغط على زر الاشتراك وانضم إلي للمزيد من قصص السفر من جميع أنحاء العالم.